السلام عليكم. تجار الأجهزة الكهربائية على قدر كبير جدا من الاحترام والالتزام والشفافية في التعامل مع العملاء بتوعهم، لكن زي أي تجارة موجود فيها اللي بيغش ويبدل، وموجود فيها الناس المحترمة. وهنقول كنسبة مئوية 99% من تجار الأجهزة الكهربائية بيكونوا على قدر كبير من الالتزام والاحترام، وممكن 1% هو اللي يكون بيغش أو يبدل. لكن دايما بنشوف في الازمات او بصفه عامه الضوء مسلط عن الواحد في المية، ان هو ده الشريحه العريضه اللي بتزود في الاسعار او بتغش او بتبدل او ممكن نتصدى لهم بحمايه المستهلك ونتصدى لهم باكتر من حاجه. مع ان التاجر ده بيكون ملتزم لاعلى درجه تتخيلوها، يعني مطلوب منه ان هو بيدفع ضرائب عامه للدوله، قيمه مضافه، بيدفع كهرباء بالسعر التجاري، بيدفع تامينات، بيدفع عماله للمكان اللي هو شغال فيه وايجار، وراه التزامات كتير جدا. ومن ضمن الالتزامات والضغوطات دي العميل اللي بيدخل له، لان بنشوف بعض العملاء اللي بيدخلوا للتاجر اللي بيتعامل معاهم، ودي نسبه قليله جدا. يعني لو قلنا في زي برضو التجار 99% ناس منهم محترمه و1% منهم مش ملتزم، برضو الزبون او العميل اللي بيجي لنا بيكون 99% منه بيكون ناس محترمه، ناس عندها ذوق في الكلام وتعامل كويس، وفي منهم 1% التعامل بتاعه بيكون صعب جدا. واحنا من جوانا بنستغرب وبنقول هو العميل ده عاوز يوصل لايه او ليه بيتصرف بالطريقه دي. العميل اللي هو بيتصرف بطريقه غريبه ده تقريبا بيمثل 1% من اجمالي العملاء، ودي نسبه قليله جدا. هنسلط الضوء النهارده عن ال1% ده علشان نشوف التجارب معاهم في السنين اللي فاتت كانت ماشيه ازاي، وهل في فعلا عملاء بنفس الطريقه والاسلوب ده عايشين معانا ولا لا. يلا بينا نشوف. احنا بنأكد على كلامنا من تاني ان معظم العملاء او 99% من العملاء او الزباين اللي بيجولنا بيكونوا ناس محترمه، ناس ذوق، ناس بيتكلموا بطريقه كويسه وبشوشين ويبتسموا في وش الواحد. لكن في منهم 1% بيكون طريقته في التعامل صعبه جدا. هنستعرض الحالات ديت مع بعض علشان نشوف ايه الحالات اللي احنا شفناها، يمكن كلنا نستفيد من التجارب دي. اول حاله بتجيلنا من العملاء دي هي العميل الشكاك. والعميل الشكاك ده هو بيشك في كل حاجه. العميل ده مثلا لو عاوز يشتري حاجه بيكون رايح اماكن كتير جدا يسال فيها على الاسعار والموديلات، وده حقه، محدش بيقول ان ده مش من حقه. من حقك ان انت تروح تسال في مكان واثنين وعشرة وعشرين براحتك خالص. بعد ما بيكون سال وعرف السوق في ايه وايه الموديلات وايه كل حاجه والتفاصيل، بيبدا يجي لنا يقول السلام عليكم، لو سمحت انا عاوز اشتري الجهاز ده او اشتري جهاز عروسه انصحني. فبنبدا ننصحه ونقول له ان الجهاز ده افضل في الخامه، الجهاز ده افضل في الصناعه، في الضمان، في خدمه ما بعد البيع. لكن لما بيشوفنا متجهين اتجاه معين، هو اول حاجه بتيجي في دماغه ان احنا يا اما عندنا كميه كبيره من الجهاز ده فعاوزين نبيع منها، او ان الجهاز ده فيه مشكله واحنا عاوزين نبيعها. فبالتالي هو شاكك في الكلام اللي بنقوله وبدون اي سبب، يعني من غير اي سبب واضح او ظاهر هو شاكك في الكلام اللي احنا بنقوله. على كل الاحوال بنقعد نفضل نتكلم معاه لغايه ما نستقر على حاجه معينه، ويجي وقت دفع الفلوس. هو بيعد الفلوس مره واثنين وثلاثه وبعد كده يديها لي، وبعد ما يديها لي وانا بعد فيها هو عنده يقين ان الفلوس دي فيها زياده. ايه سبب الزياده معرفش. فبالتالي ممكن يحصل من الحوار ان انا اديله الفلوس تاني علشان يبدا يعدها من اول وجديد. عدينا مرحله دفع الفلوس، جينا في مرحله الاستلام. طبيعه الحال ان احنا بنفتح كل الاجهزه الكهربائيه اللي بنسلمها، يعني لو بنسلم حضرتك ثلاجه بنفتحها لحضرتك ونكشف الكرتونه نتاكد ان هي سليمه ما فيهاش حاجه. هو عنده يقين ان الثلاجه دي يا اما فرز تاني، يا فيها خبطه، يا فيها مشكله، يا اما شغلناها قبل كده سقعنا فيها ميه وشربناها وبعد كده بنديها له. فدايما العميل ده بيكون شكاك. لغايه دلوقتي برضو احنا متحملين ومفيش اي مشكله وبنمشي الدنيا عشان البيعه تمشي. العميل بيستلم الثلاجه او الجهاز الكهربائي بتاعه وبيروح بالبيت. المفروض في اي تجاره الموضوع كده اتقفل وكده خلص، لا، العميل بيبدا ياخد الفاتوره اللي خدها مننا
وبعد ما استلم والحاجه راحت بيته والموضوع خلص، ياخد الفاتوره ويبدا يروح المكان ده والمكان ده والمكان ده يسعر الحاجه من اول وجديد، مع انه مسعرها قبل ما يجي لنا، يبدا يسعرها من اول وجديد، ويبدا يسال على المنتج. يعني هو مثلا واخد ثلاجه توشيبا، يبدا يسال يا جماعه هي الثلاجه توشيبا دي كويسه ولا بدلها ولا رجعها ولا شوف ايه حكايتها، ويبدا يسال اكنه بيشتري من الاول وجديد. ودي طبيعه عملاء موجوده وبنقابلها، اي نعم مش كتير لكن موجوده وبنعاني معاها شويه، لكن الدنيا ماشيه الى حد كبير. النوعيه الثانيه من العملاء اللي بنتعامل معاها هو عميل فاهم في كل حاجه. يعني العميل عارف البوتاجاز مين اللي سماه بوتاجاز، والتلاجة اتسمت بالاسم ده ليه، والفريزر بتاعها ليه اسمه فريزر. عارف في كل حاجة، وأي معلومة بنقولها هو بيعدل عليها وليه وجهة نظر فيها. بس الكلام ده المفروض مش طبيعي. يعني أنا مثلا لو ليا أخ مهندس، هل أنا هفهم في الهندسة؟ أنا لو ليا أخ فلاح، هل هفهم في الفلاحة وفي الزرع وفي ميعاد التقاوي وميعاد الكلام ده؟ طبعا لا. كل واحد شاطر في المهنة بتاعته مهما كانت المهنة دي صغيرة أو كبيرة، هو شاطر فيها وعارف التفاصيل بتاعته. إنما نوعية العملاء دي عارفة كل حاجة ما يخص الأجهزة الكهربائية. طيب لما بنيجي نتكلم معاه ونسترسل في الكلام علشان نعرف مصدر خبرته ايه، مصدر خبرته دي ان هو مثلا من 30 او 35 سنة راح محل لوحده واشترى ثلاجة كريازي وبوتاجاز كريازي، والثلاجة والبوتاجاز دول طلعوا كفاءتهم عالية جدا ولسه عايشين معاه لغاية دلوقتي. فهو بناء عليه هو شايف ان هو عنده خبرة تؤهله ان هو يشتري اي حاجة او اي جهاز كهربائي، وبيكون اختياره صح ومعلومته بتكون صح 100%. والمفروض ان دي حاجة مش طبيعية. النوع الثالث من العملاء هو عميل كالمسافر دولة أوروبية أو دولة خليجية وعاوز يطبق كل اللي شافه هناك يطبقه معانا هنا. بس الكلام ده ينفع في بعض حاجات وبعض حاجات ما ينفعش. على سبيل المثال، هو العميل اشترى منتج أو جهاز كهربائي، عاوزنا ان احنا نوصل المنتج على حسابنا، فبنبدا نشرح له نقول له يا فندم ان مكسب المنتج ده ما يسمحش بتوصيل، لان التوصيل له تكلفه هتبقى اكبر من مكسبه. بيبدا طبعا ان هو يرفض الكلام ده كله ومش قابله، عاوزنا نكلم الشركه عشان تيجي تركب له المنتج، ونشوف وقت الشركه امتى ووقت هو فاضي امتى ونبدا ايه. فبالتالي ده الموضوع ده صعب برضه، المفروض هو اللي بيكلم الشركه وبناء على الوقت الفاضي هو اللي هو فيه بينسق مع الشركه عشان يبعتوا له فني. فلما بنوضح له بيرفض الكلام ده تماما، ويبدا يدينا دروس في التقدم والازدهار، ان هناك في الخليج بيعملوا لنا كذا وفي اوروبا بيعملوا لنا كذا، وان احنا هنا من ناس مش كويسه وناس مش تمام وي 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 ويبدا يتكلم معانا، وتعبير وشه واسلوبه هو قرفان مننا جدا. لازم يعني تعرف ان انت مهما سافرت او مهما رحت او مهما جيت انت منسوب للبلد دي، واي شيء تسوء للبلد هي تسوء لك، ولازم تبقى عارف الكلام ده كويس. لكن على كل الاحوال بنبدا نشرح ونفهم ونبسط الامور مهما كانت علشان يتقبل الفكره. في منهم اللي في الاخر بيتقبل وفي منهم اللي بيرفض، لكن الدنيا بتكون ماشيه. العميل اللي بعد كده بيكون مجهز معاه مجموعه اسئله. لما بيدخل لنا هو بيبدا يقول لنا اول سؤال، فلما بنبدا نجاوب عليه هو مش مهم الاجابه اللي انا بقولها، يعني مش مهم انا جاوبت الاخر جاوبت نص الاجابه ربع الاجابه، وانا بتكلم بيقوم قايل السؤال اللي بعده. طب انا بشرح لحضرتك البوتاجاز، ايه علاقه الثلاجه بينا دلوقتي؟ طيب الواحد بيتغاضى اول مره ويقول مش واخد باله، وانا بشرح الثلاجه اللي هو سال عليها تاني مره يبدا يسال على المكنسه، وانا بكلمه على المكنسه في نص الكلام يقطعني ويسال على التكييف. يا استاذنا يعني الهدف من السؤال اللي انت بتساله ان انت تعرف معلومه، مش اللي انت تقول الاسئله اللي عندك كلها. فده نوعيه من العملاء بنقابلها، والحل او اسلم حل معاها ان احنا نسكت. يعني نقول كلمتين اتنين على السؤال بتاعه او 3 كلمات مش اكتر، اجابه مختصره جدا، اجابه ما تفيدش حد، وبنقولها عشان نسكت عشان نستقبل السؤال اللي بعده. نوعيه العملاء اللي بعد كده وهي بتكون واخده جوائز كتير في الفصال. الفصال عندهم يا جماعه مش هو يعني مش عاوز ينزل في الفلوس، هي دي موهبه او خبره اكتسبها وعاوز يطبقها، وبيكون في قمه سعادته ان هو يفاصل. في بعض ناس طبيعيه بتفاصل فصال طبيعي، يعني دي ب 10 قروش خليها لي 9 خليها لي 8، طب خلاص
وصلنا لكده ماشي شكرا وبارك الله لك وبارك الله لنا، خلاص الموضوع ده مقبول تماما. انما في عملاء مثلا تقول له 10 قروش يقول لك 6، يا عم الاربعه دول هنزلهم لك ازاي اذا كان انا مش كسبان نصهم؟ لا، تبدا بقى تحلف له بالله بالكتب المقدسه، تحلف له بالانبياء والرسل، هو في دماغه حاجه معينه بس، ان هو عاوز يفاصل وينزل تنزيل كبير جدا علشان الغريزه اللي عنده تكون سعيده. تبدا تتكلم معاه وتشرح برضه مفيش فايده، تبدا تتكلم معاه باسلوب قاطع وبطريقه صارمه برضه مفيش فايده. هو متبرمج على حاجه واحده بس، والكلام ده ممكن يستمر معاه مش دقيقه ولا 2 ولا 10 دقايق ولا، في ناس ممكن يا جماعه تقعد تفاصل بالتلت ساعه والنص ساعه حرفيا. يعني ممكن انت تحس بهبوط، وتحس بضيقه، وتحس بخنقه، وتحس ان الدنيا يعني بقت اسودت في وشك، وهو ما زال على نفس الريتم وعلى نفس الكلام، وانت مش عارف تقول له ايه. يعني ايه الكلام اللي هتقوله له؟ ما انت قلت كل الكلام اللي عندك، قلت ان ما ينفعش وصعب وغصب عننا والله تخسر، قلت كل حاجه وحلفت بكل حاجه، وهو ما زال ماشي في الطريق بتاعه. فدي برضو نوعيه من العملاء بتكون موجوده وبنقابلها، وربنا يهدينا ويهديهم جميعا. العميل اللي بعد كده هو رقم 6، اللي ممكن يغير كلامه عشان يقلل من خسارته، ممكن يلقي اللوم على اي حد علشان الخساره بتاعته كبيره. هضرب لحضراتكم مثال عشان المعلومه توصل بسرعه. طبيعه الحال لما بنيجي نبيع شاشه لازم بنجربها للعميل عشان يتاكد ان هي سليمه، وان السكرينه او الازازه بتاعت الشاشه ما فيهاش كسر. لان لو حضرتك شاري مثلا شاشه ب 20,000 والسكرينه او الازازه دي اتكسرت، ثمن السكرين او الازازه عشان تصلح هو 3/4 ثمن الشاشه. يعني الشاشه لو ب 20، الازازه هتقف عليك ب 16 17,000 عشان تصلح الشاشه. فبنجرب الشاشه اللي العميل بياخدها، ممكن تتكسر منه وهو ماشي في الطريق، يكون مأجر عربيه او جايب عربيه ينقل بيها وتتكسر منه. ممكن الفني اللي بيعلقها على الحيطه يكسرها، ممكن حد من اولاده يخبط فيها حاجه يكسرها. فبيجي لنا بعد يومين 3 عشان يغير الشاشه. طبعا هو مش هيقول للسواق اللي بياخد في المشوار 100 جنيه ولا 200 جنيه جيب لي شاشه غيرها، ولا هيقول للفني اللي برضه نفس الكلام واخد له 200 جنيه غير لي الشاشه، ولا هيقول لابنه، ولا هي ايه هيغلط ابنه. هو بيجيب لنا الشاشه بعد يوم او 2 او اسبوع، الشاشه رجعها لي علشان خاطر مكسوره وانا واخدها منك مكسوره. يا عم ازاي انت واخدها مني مكسوره؟ انا مجربها لك. هو في اعتقاده ان انا لما اخد الشاشه دي هرجعها شركتها، مش الشركه هتديني شاشه جديده، لا، ده الشركه هتديني شاشتين جداد كمان مش شاشه واحده. هو في اعتقاده كده ومفكر ان الموضوع سهل، الشاشه دي بدل اتكسرت خلاص الموضوع خرج من ايدينا، ولا الشركه تعرف تعمل لنا حاجه ولا حد يقدر يفيدنا بحاجه. نبدا نقول له انت حضرتك مجرب الشاشه، انت حضرتك بصيت عليها؟ يقول ما حصلش، او يقول انا بصيت فعلا على الشاشه لكن ما شفتش الحته دي ممكن تكون مكسوره وانا ما خدتش بالي منها. فيبدا يلقي باللوم على اي حد تاني في سبيل ان هو ما يخسرش الخساره الكبيره بتاعته. اخر حاله هنستعرضها مع بعض هي الحاله السابعه، ويمكن في حاجات كتير بتقابلنا في شغلنا، لكن عشان وقت حضراتكم هنبدا نختصر في الكلام. هو العميل اللي هو مش صاحب قرار. عميل بيدخل يبدا يختار الاجهزه الكهربائيه سواء للبيت عنده او سواء لبنته، فبيبدا يسال على الاسعار والماركات والمقاسات والمواصفات وحاجات كتير جدا بيبدا يسال عليها. ممكن يقعد معانا ساعه واثنين وثلاثه، ما عندناش اي مشكله من الكلام ده، ده شغلنا واحنا ما بنزعلش منه. في وسط الكلام بتاعه بنبدا نساله الحاجه دي رايحه لمين، يبدا يقول مثلا لبنتي. طب مش بنقول له البنت حضرتك الافضل تكون موجوده عشان حتى تبقى الالوان افضل تختارها هي، المقاسات الماركات؟ يبدا يقول لا، بنتي مفوضاني ومداني الصلاحيه اللي انا اللي اختار بنفسي. مفيش مشكله، بيبدا يختار كل حاجه ويقول اعمل لي فاتوره ويفاصل، ويقعد يفاصل مفيش مشكله برضه. وصلنا للفاتوره عملناها، خد الفاتوره يقول لي يوم ولا 2 كده، واجي برضه مع الولاد نبص بصه او عشان نستلم. مشي بعد ساعتين 3، جالنا بعد يومين هو والمدام وبنته، اكننا ما اخترناش حاجه خالص. يعني بنته تقول انتوا كاتبين لي البوتاجاز ده ليه؟ انا عاوزه البوتاجاز ده، انا مش عاوزه المواصفات دي، اللون ده اسود انا كنت عاوزاه سيلفر. طب الثلاجه سامسونج ليه؟ انا عاوزاها ال جي. طب الغساله زانوسي ليه؟ انا عاوزاها سامسونج. نبدا نختار ونقول مواصفات، ونبدا نختار من الاول وجديد علشان خاطر مفيش حاجه من اللي في الفاتوره عاجبه العروسه او ست البيت اللي معاه.
بيبقى عندنا فضول كبير جدا، واحنا واقفين كده نتكلم مع العميل نقول له يعني ايه الهدف من اللي انت جيت وسالت وفصلت في الاسعار واخترت وانتم مفوضيني والكلام ده كله، لكن بنسكت، مش كل حاجه بنتكلم فيها ولا بنعلق عليها. حالات كتير بتقابلنا في العملاء وعاوزين نأكد دايما ان 1% هو دي الحالات اللي بنشوفها. يعني 99% من العملاء ناس محترمة، ناس ذوق، ناس تعرف في الأصول، ناس بتتقي الله، فيهم كل الصفات الكويسة. واللي احنا قلناه النهاردة الحالات دي، السبع حالات دول، هو مجرد 1% فقط، اللي هي القلة اللي بتكون فيها بعض الصفات اللي ما بتعجبناش. عاوزين في الاخر نقول لحضراتكم ان في مقوله بتقول الزبون دايما على حق. المقوله دي غلط جدا. ممكن حضرتك يكون معاك الحق في الكلام اللي بتقوله، ممكن يكون معايا انا الحق في الكلام اللي انا بقوله. نتمنى من حضراتكم ان انتوا تدعمونا اكتر واكتر بالاشتراك في القناه. نتمنى نكون ضفنا لكم معلومه جديده. السلام عليكم.